عليكم الإخوان، تحياتي لكم جميعا. ألف مبروك على التتويج التاريخي للمنتخب المغربي في دورة الشان. والحمد لله اللاعبين تألقوا واحد تألق لافت وداروا لنا واحد الماتش كبير. كان ماتش صعيب ولكن الحمد لله فرحونا وفرحوا الجماهير المغربية والعربية. وفي هذه الساعة دي غنخليكم كاملين باش تفرجوا معنا إن شاء الله في ردود الفعل الإعلام والمؤثرين العرب، خاصة الإخوان المصريين والجزائريين والتوانسة. وتحياتي لكم جميعا. كابتن مانويل عبوشة مدرب منتخب مدغشقر عن المغرب يقول سنسقط المنتخب المغربي ونفوز باللقب. لا يا ابو زيد، هو قايل كلام حلو احنا سمعناه عن المنتخب المغربي. ايوه قال المنتخب المغربي هو ابرز المرشحين باللقب، وانه يتمتع بلاعيبه ذات جودة عالية، وانه منتخب صعب، ولكنه في نفس الوقت قال سنسقطه ونعود باللقب في الوقت اللي طارق السكتاوي مدرب المنتخب المغربي للمحليين في نفس ذات التوقيت. وعن هذا اللقاء لما سألوه أجاب بجملة واحدة: من تواضع لله رفعه. شفتوا أدب التصريحات في الحديث عن المنافس؟ ما بقتش قادر على الأدب، ما بقتش قادر على الأدب. اتعلموا من السكتاوي أدب الكلام وأدب التصريحات. قول مهما تقول كلام حلو، إنما تيجي وتقول ومع رغم كل هذا سنسقطه ونعود ونفوز باللقب والمباراة لسه ما تلعبتش. ليه هو أنت شايفنا للدرجة دي؟ هفا حد يقول لي يا أبو زيد مدغشقر دي دولة صديقة. أنا مالي ومال الدولة؟ هو أنا بقول لك إحنا هنحاربها؟ أنا أتحدث في منافسة في لقاء كرة قدم اللي ساعة ما الحكم يصفر كلنا هنبقى بنجري وبنخبط وبنتعصب وبنزعق وبنعرق حتى نرفع أعلام بلادنا واسم بلادنا عاليا خفاق. احنا مش جايين نتنافس ولا جايين نحب في بعضينا، ده بره اللي انت بتقول عليه ده. انما حينما ندخل في ارض الميدان منافسة كل شيء فيها مشروع وموجود، لابد ان نرفع العلم ونعلي راية البلاد. شوف يا عبوشة، وحياتك عندي يا عبوشة، بعد أن تتم الصنفرة من قبل الأسود بأمر الله تعالى بنجاح، وغلوتك عبوشة لأركبك العنبوكة، وحياتك عبوشة لأطلع بعد اللقاء بعد هذا الكلام وأهشتكك وبشتكك هشتكى وبشتكى ما شفتها ولا وردت عليك في حياتك ولا في تاريخك. وغلوتك يا عبوشة لأشلوحك شلوحة وأشخرمك شخرمة بعد اللقاء. حد يقول لي الله انت منين جايب هذه الثقة يا ابو زيد في الأشقاء؟ مالكش دعوة، أنا عارف أنا بقول إيه وحاسس بإيه، وأنا عن كلامي هذا مسؤول. الأسباب شرحها أخويا يطول، وللأسف فهمها صعب على كثير جدا من العقول، فمش هتعب نفسي وأقعد إن أنا أقول. ومن هذا المنطلق وعليه أيها الأشقاء نداء من حبيبكم وأخوكم أبو زيد الداعم لكم، واللي شايف إن أنتوا تمثلوه جدا جدا. نداء من قناتنا الحبيبة دي على اليوتيوب كورة كاش. أنا عايزكم بكرة تتعاملوا معاه بالمبدأ المغربي الشهير: اديله ما ترحموش، عبيله واديله. أنا عايزكم تعملوه بطاطس محمرة، أنا عايزكم تعملوه كفتة أقلام، أنا عايزكم تعملوه كباب، أنا عايزكم تعملوه علبة سلمون. عارفين السلمون ولا عندكم اسمه إيه؟ أنا عايزكم تعملوه شوربة خضار. أنا عايز اسم أكلة مغربية فيها دق ودعس وفعص. رجاء ردوا ادوني اسم أكلة مغربية كده، بس يكون الأكلة دي عشان تتعمل أو هي بتجهز كده بيكون فيها دق وهرس وفعص وأشياء من هذا القبيل. أرجوكم قولوا لي اسم أكلة أو أكلتين في التعليقات عشان أطلع بكرة بعد اللقاء وبعد ما يتاخد عبوشة غسيل ومكوى أستخدمها وأقولها. أرجوكم ردوا عليا في التعليقات يا أسود الأطلس، يا أسود الأطلس، استعدوا لالتهام الضحية التالية والأخيرة. الله يرحمك يا طهطاوي، الله يرحمك يا طهطاوي.
اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. اللي لسه ما تابعناش وحابب ان هو يتابعنا يتفضل عشان يتابع معنا كل ما هو جديد. ممكن البعض يقول ما تخليه يقول، وايه يعني لما يقول؟ يعني يطلع يقول المنتخب المغربي مرشح للقب زي ما انتم بتقولوا، وقوي وعنده سكواد وعنده لاعبين، انما برضه مع كل هذا احنا هنوقعه ونسقطه ونعود باللقب منتصرين. الله، هو احنا هفا يا راجل لهذه الطريقه او لهذه الدرجه عشان تقول لي خليه يقول؟ الله، احنا مش اي كلام، احنا منتخب ذات قيمه وذات قوه ومعروف بره قبل جوه. ازاي تقول لي عادي وخليه يقول؟ هو احنا اي كلام يا ابني عشان يطلع يقول جهارا نهارا هذا الكلام امام اعين وعلى مسامع الجميع وتقول لي ما تردش وخليه يقول؟ هذا الكلام ممكن نقبله على البعض الاخرين، اما على منتخب زي المغرب لا يجوز يا اكسلانس، لا يجوز يا مان اطلاقا، ابدا اطلاقا. واستغرب إلى متى ستستمر هذه العنجهية الإفريقية من الكثير من المدربين تجاهنا، وبأي أمارة وبأي أساس كنت براهن النهاردة أو كان نفسي أراهن بقلبي جامد على منتخب السودان أمام منتخب السنغال، ولكن اوعى تقول لي عمل لقاء رجال ولقاء تمام التمام وعالي العال في كرة القدم. ما يحكمنا في النهاية هو النتيجة يا مان، والنتيجة هي الهزيمة. ليه؟ ليه يا منتخب السودان؟ ليه يا منتخب السودان بهذا الأداء اللي احنا شفناه منذ انطلاق البطولة؟ كان المفروض أنت من تكون الخصم غدا أمام الأسود. كان المفروض يبقى عنوان كده بالبنط العريض: أسود الأطلس في مواجهة صقور الجديان. ليه يا اخوانا ما بتستروش وتزعلوا لما اطلع اقول اراهن بس على المغرب ورهاني لا يمكن يخيب، وتسألوني بعد ده كله عن الأسباب والمواضيع والمواويل؟ قلتها كتير، رهاني على أي شيء يحمل اسم المغرب والله لم يأتي من فراغ، وها هو الآن يترجم في عز ما المنتخب السوداني فايق وعامل أداء خرافي ومنتعش ومنتشي، مش عارف يعمل حاجة، لا بيجيب اللقب ولا بيوصل للفاينل ولا حتى بياخد ثالث برونزية في الترتيب. ليه؟ اهو انت كده تصدق مقولة بقى مدرب السنغال لما طلع وجه رسالة لمدرب السودان وقال له عفوا انت لست المغرب؟ كده انت بتأكد كلامه. سبحان الله.